ممكن الابن يبقى جاي على امه على حساب زوجته والام تبقى من جواها ساكته. ابنها حبيبها مش عايزه تخسره. ممكن تكون الزوجه مفتريه والام ساكته وراضيه. الزوجه تقول لي ابنه خلاص بقى امك كبرت بقى والله العظيم مقاسي اللي بقى يعزل امه او ابوه لما يكبروا في السن على جنب كده ويحط له او يحط لامه او والده كده الطعام في ارض الاطباق ولا يتعامل معاه معامله غير ادميه، والله دين وسيرد. انا لو قعدنا نحكي على القصص مش هننتهي. اللي بيرمي امه في دار العجزه وما يسالش عنها، ما يسالش عنها، وفي يوم كل شهر يتصل اتصال يا اما يا امي عامله ايه، في اخر لقاء تقول له يا ابني الدار هنا محتاجه ثلاجه ومروحه او هات تكييف احسن. مفيش عندنا ثلاجات ولا، فيا ابني اشتري حاجه، اشتري للدار كده ثلاجه ومراوح ولا تكييفات. قال لها يا امي انا هشتري هعمل بيهم ايه؟ يعني ده انت كلها ايام وبيهزر وهتودعي. قالت له لا انا واخده على القعده من غير الميه الساقعه ومش فارقه معايا لا مروحه ولا تكييف، لكن انت يا ابني مرفه، يوم ما ابنك او ولادك يجيبوك هنا مش هتستحمل العيشه. هي عايزه تذكره انها دين وسيرد. يلا جهز لنفسك لانه دين هترده. الشباب قاعد